السلام عليكم خوتنا المغاربة. أنا مغربية مقيمة في السعودية هذه 10 سنوات. اليوم أنا هنا باش نعرض عليكم المشكل ديال أخي حميد سعيد المقيم هنا بالسعودية منذ 6 سنوات. هو متزوج رب أسرة ويعيل أمه المريضة بالسكر بالمغرب. هو المشكل ديالو نلخصو لكم. هذه شي أيام يعني ضاعت السيارة ديالو وخداها لشي ورشة هنا على أساس يصلحها. المهم لقى تما واحد السوداني قال له الورشه لازم تعطيني فيها شي مبلغ ديال الفلوس وغادي ترجع كذا يوم وديك الشيء وغادي نكون صلحتها لك. المهم الاخ ديالي قال له تعطيني لازم ايصال على المبلغ، تعطيني شي ضمانه هكا بلا خديتي المبلغ منين الفلوس. قال له والله الايصالات مخلصين، انا نعطيك النسخه ديال الاقامه ديالي فقط. المهم لما مر كذا يوم رجع اخي لنفس الورشه لقى تما شخص ثاني. سأله أخوي يقول له وين المقيم السوداني؟ قال له ما هنا سوداني، أنا الوحيد اللي كاين، ما كاين حتى سوداني هنا. قال له أكيد الشخص اللي قاعد تتكلم عنه أكيد هذا نصب عليك وراح. المهم أخي جاب النسخة ديال الإقامة ديالو كانت عنده ومشى لشرطة الفيصلية بنجران وقدم بلاغ على أساس أن السوداني انتحل الشخصية ديال الميكانيك ونصب عليه وخدا منه مبلغ ديال الفلوس. المهم وعدوا الشرطه غيردوا له حقه وتقريبا شي شهر وزياده وهما كيديوه يجيبوه بدون فايده. ابشر وحتى شي حاجه ما تحققات. المهم خويا سولهم قال لهم علاش هذا الطلوع والهبوط وما كاين حتى شي فائده؟ انا بغيت حقي، بغيت نمشي انا نشوف شغالي، بغيت نسافر، بغيت نهبط عند ولادي، تقريبا عنده 2 سنين وزياده ما نزل يشوف زوجته وولادو. المهم قالوا له شوف ما عجبكش الحال هز ورقك وسير بحالك، شد الوراق تاع داك المحضر ولحهم له في وجهه. قالوا له سير هز ورقك وسير بحالك. قال لهم يعني علاش قال لهم علاش من البدايه ما قلتوليش، ما رفضتوش انكم تساعدوني وتكونوا في البدايه ما تشدوش عليا الوراق، في البدايه ما تضيعوليش شهر وزياده وانا قاعد وكنتعطل من الخدمه ديالي وكنجي هنا وكنحضر ونمشي ونجي. قال له ما ولا كلمه ما تزيدش ولا كلمه. اهانوه واستفزوه والتموا عليه شي تقريبا شي 10 ديال العساكر وحطوا له القيود ودخلوه في التوقيف. المهم على حساب حنا اللي فهمنا من هذه القضيه كلها بلا المقيم السوداني هو ماشي ميكانيك، هو نصاب وهو كيخدم سواق خاص مع الكفيل ديالو، والكفيل ديالو ساعدو وجاب له هيك واسطه على اساس ينعسوا القضيه، على اساس سعيد ما يبقاش يطالب بحقه، يخوفوه ما يطالبش بحقه. المهم لحسن الحظ كان ولد اختي مع خويا وجا عندنا كيجري قال لنا راه سعيد توقف وراح حطوه في التوقيف. المهم فاش مشينا تما حنا نسولو يطلقوه وشنو التهمه ديالو، قالوا لك هذا مجرم خطير وكيهدد امن دوله، لفقوا له 100 تهمه وهو انسان بسيط حتى دبانه ما يقتلها، غير هو الديفو ديالو العيب ديالو اللي دار انه مشى كيطالب بحقه. وقالوا لنا هذا مجرم خطير ما يشوفوا حتى شي واحد، ممنوع من الزياره، ممنوع ولا حد يقربه. المهم حنا رجعنا من تما وقلنا نصبروا ورجعنا ثاني مره نبغى نزوروه ونشوفوه، قالوا لك هذا ممنوع الزياره، هذا ما كاينش. المهم حنا لحد الان ما كنعرفوا عليه حتى شي خبر، ما كنعرفوش قتلوه سلخوه ذبحوه، ما كنعرفوا عليه حتى شي خبر. يعني حنا كنحاولوا باش نمشيو نزوروه ما كيعطينا حتى شي واحد راس الخيط، كيقولوا لك هذا مجرم خطير وكيهدد امن دوله رغم انه انسان بسيط ما يقتل حتى نمله. خوتي المغاربه بغيت نقول لكم هاد الناس ظلمه ما كيخافوش الله، تجبروا وطغاو. انسان جا كيطلب حقه وباش ينصفوه حطوه في السجن وقالوا لك مجرم خطير. المغربيات كيتغتصبوا هنا، الناس كياكلوا رواتبهم، المغاربه كيتكرفسوا في العربيه السعوديه وما كاينش شي حق ينصفهم، لا حسيب ولا رقيب في العربيه السعوديه. حنا كناشدوا المسؤولين المغاربه وسيدنا محمد السادس الله ينصره باش يشوف لنا شي حل وباش ينصفنا وباش يرد لنا حقنا، وكنطلبوا من المسؤولين ديالنا باش
يساعدوا المغاربه اللي كاينين هنايا في السجون السعوديه، وباش يساعدوا الجاليه المغربيه ويردوا لها حقوقها بالسعوديه. وشكرا لكم.